السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم اقتراحي غادي يكون البريوات والسيكار مناسبه رمضان. لا يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. غنديروهم مع بطياتنا بورق الفيلو. سمعوا لي التقرميشه. وعقده اللوز معلكه، واحد التعليكه غزاله خطيره لي زوين في هاد البريوات انهم كيبقاو مقرمشين ومعلكين بحال النهار الاول. من اول نهار درتهم فيه حتى لاخر نهار في رمضان، وحتى الا شاطوا لكم بعد رمضان القرمشه والتعليكه ما كتبدلش. الا بغيتوا تعرفوا على الطريقه والمقادير تابعوا الفيديو للاخير. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندنا اللوز مسلوق، كميه ديال اللوز نص ديال الكميه ديالها ديال السكر، كنخلطوا مع بعضياتهم وكنطحنوهم. المهم كنطحنوا اللوز حتى كيولي بحال هكا مع السكر، حتى كيولي بحال هكا بحال شي بودر. ندوزو دابا المقادير. عندي هنا كيلو ديال اللوز اللي سلقته قشرته نشفته مزيان من الماء، لويته فوطه وخليته ليله كامله باش منين كتجيو طحنوه ما كيطلقش لكم الزيت. طحنته مع نص كيلو ديال السكر، يعني كميه ديال اللوز مع نص الكميه ديال السكر. هنا 5 حتى 6 ديال الفصوص ديال مسكه حره مدقوقين، ونزيدهم معلقه كبيره ديال القرفه، 2 المعالق كبار ديال المربى، انا اختاريت مربى المشمش، 3 المعالق كبار ديال الزبده المذابه، و3 المعالق كبار ديال ماء الزهر. 1 2 و3. وهالعقده ديالنا واحده. دابا مابقى لي غير نخلطها، ندخل المواد مع بقيتها بهذا الشكل هذا. ديالنا تجمعات بهذا الشكل هذا. زدت ليها هو من غير داكشي اللي وريت لكم. صافي غنحاولوا نديروا منها كويرات على حساب البريوات اللي بغينا. كل كره ما تفوتش 15 غرام باش تجيكم بريوات صغار. راه ناجحه. ندوزو دابا نكملوا الوصفه ديالنا. الكرات ديالنا اللي غنعمروا بهم البريوات ديالنا واجدين، خليهم على جنب. ها هما دينا صفار بيضه وزبده مذوبه. هذا هو الشكل ديال ورق الفيلو، كاين اللي كيقول ليه ورق القلاش، كتلقاوه في جميع المحلات التجاريه الكبرى. غادي ناخذ الكميه اللي غنخدم بها والكميه اللي غادي نخليها من بعد. غادي نطويها بهذا الشكل هذا ونلويها في بلاستيك غذائي باش تبقى ليا رطبه، حيت هاد النوع ديال الورق هذا يعني دغيا كيتكسر، فمن الاحسن انه يتلوى في بلاستيك غذائي وفي شي فوطه باش نحتفظوا به اطول مده ممكنه. من بعد داك الورق الفيلو اللي غادي نخدم به كنقسموه لشرائط طوليه بهذا الشكل هذا. كتحكموا في العرض ديالها كما بغيتو نتوما، البريوات كبار ولا صغار. من بعد دهنوهم مزيان بالزبده دايبه. بالنسبه لطريقه الطي ديال البريوات غندير معكم الكلاسيكيه اللي علمونا ليها جداواتنا وماواتنا. كديري الكره في الراس ديال الشريط، ومن بعد كتبقاي دير اليمين وترجعيه لليسار بهذا الشكل هذا حتى كتكملي الشريط كامل وكتحصليه على مثلثات. طريقه سهله، اللي ما فهماتش تعاود هذا المقطع هذا حتى يعني تحفظوا الطريقه، لانها راه سهله بزاف. ومن بعد كنلصقوا ديك الشياطه بصفار د البيض بهذا الشكل هذا. محتاج تدخلوها في الوسط لان ورق الفيلو كيلصق على راسو. غنعاود معكم الطريقه مره اخرى. كندهنوا الفيلو مزيان بالزبده دايبه، ومن بعد كنديروا الكره بهذا الشكل هذا. وهذا الراس غادي نديه لعند الكره، ومن بعد كنجيب الكره عندي ونرجعها لليمين لليسار حتى كنتحصلوا على مثلث بهذا الشكل هذا. وكنستمروا هكا حتى كنكملوا الشريط كامل ونتحصلوا على البريوات ديالنا. طريقه سهله، كلشي غادي تنجح معاه، مبتدئات ومحترفات.
نتوما كتحكموا في عرض البريوه، بغيتوها كبيره ولا صغيره. اما الطريقه كما كتشوفوا معايا راه سهله بزاف. كندهنوا بصفار البيض ونلصقوا الجنب على ورق الفيلو بهذا الشكل هذا. كما ممكن نديروهم نفس الاشرطه، نديرو منهم السيجار وناخذو وراه كنحولوهم هكا بودان صغيور وكنلويوه. اما بغينا السيجار يكون عامر داخل كيجي زوين، كيجي مقرمش من برا ومن داخل حتى هو مقرمش. صافي هاد البلاصه هادي بحال هكا هكا. انا عندي الزيت كيسخن والعسل حتى هو كيسخن. من بعد ما كتسخن لينا الزيت مزيان نتسناو عليها، من الاحسن انها تغلي. كنحطو فيها البريوات ديالنا. ملي كتبان لينا الزيت راه غلات مزيان كنقصوا ليها لاقل درجه. هكا كنحافظوا على البريوات ديالنا ما كيتحرقوش لينا من برا ويبقاو خضر من داخل، يعني كيجي فيهم طياب واحد من برا ومن داخل. كنستمروا هكا حتى كنكملوا الكميه ديال البريوات ديالنا كاملين. منين كيطيبوا من جهه كنقلبوهم من الجهه الاخرى. قبل ما نكمل معكم الفيديو بغيت نهضر لكم على اسطوره الكشكوشه في المعسلات. كاين اللي كيقول ان الكشكوشه كتكون من البيض او الخل. كما شفتوا معايا البريوات ما فيهم لا بيض لا خل، ومع ذلك كيديروا الكشكوشه. يعني هذه غير هضره وصافي. ما تبقاوش تسمعوا الوصفات اللي كيقولوا لكم ان البيض والخل هما صحاب هذه الفعله هذه. اللي غادي يوقع عليه هذا المشكل هذا تنقص العافيه لاقل درجه، ومن بعد تصفي هذيك الكشكوشه وتكمل الطياب ديالها عادي ما كيوقع والو البريوات. من بعد ما كنتحصلوا على هذا اللون الذهبي كنصفيوهم من الزيت ونغطسوهم في العسل. كما شفتوا معنا البريوات ديالنا ما وقع لهم والو، واخا ديك الجناب لصقناهم غير بصفار البيض من الفوق، يعني ما دخلناش ديك الشياطه لداخل البريوه كما كنديروا مع ورق البسطيله العادي. غادي نصفيهم كما قلت لكم من الزيت ونغطسوهم في العسل وكنخليوهم يتشربوا العسل مزيان. كل ما خليناهم في العسل كل ما تشربوا العسل، كل ما جاو معلكين كتر وكتر. هنا من بعد ما شربوا البريوات العسل مزيان كنصفيوهم وكنحطوهم اما في صفايه او كسكاس. في هذه المرحله هذه تقدروا تزوقوهم باللوز او الزنجلان باش يلصق لكم ديك اللوز او الزنجلان عليهم مزيان. انا هنا خليتهم سامبل بلا زواق. بالنسبه لي سيجار اختاريت نديرو بالقلايه الهوائيه اللي تقدروا تعوضوها بالفران عادي. وهالي سيجار ديالي من بعد 10 دقائق ياخذوا هذا اللون الذهبي الزوين. كنغطسوهم في العسل ونخليهم حتى هما يتشربوا العسل مزيان، ومن بعد كنزوقهم من الجناب بشويه ديال الزنجلان بهذا الشكل هذا. بغيتوهم يبقاو سامبل خليهم سامبل وبصحة والراحة. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا. هادو هما البريوات ولي سيجار اللي وجدنا مع بعضياتنا. كيصبروا اطول مده ممكنه، غير ديروهم في شي علبه تكون ديال بلاستيك ولويهم في بابي الومنيوم وما تخافوش عليهم، القرمشه كتبقى حتى لمورا رمضان. وبصحة والراحه ورمضان كريم.